زي ما انت شايف كده، ده نسخة واتساب مبنية على واتساب الزابي، بس حاجة دمار كده يعني. كيمو الحاج مش هيجيب لك اي كلام فاضي. تعالى بس كده، عندك كل ده بشكل جديد وبشكل حاجات، وعندك الروبوت اللي هو قاعد ملوش اي لازمة ده تمام. وعندك اضافات هنا يا روحي. بص انا عايزك تتابع الفيديو عشان انا هدلعك. يلا بينا. طب اخواتي، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة، ورجعنا تاني. اولا كده بس ننزل بالتعليقات الجميله بتاعتكم، بس قبل ما ننزل نصلي على النبي في كومنت في قلبك بقى، المهم تصلي على النبي وبس كده. يلا ننزل بكومنتاتنا العسل. طب يا شباب كده بقى جينا من الكومنتات. اول حاجه كده عايز بقى يا اسطى اللايك المتين والاشتراك العظيم والكومنت الرايق بتاعك، وما تنساش بقى يا اسطى دعوه لاخوك من قلبك عشان احنا تعبانين. يلا بينا على الفيديو. نسخة الواتساب هتبقى بالشكل ده. نسخة الواتساب هتكون مكان المتجر، مش مكان المتجر معايا. بص تعال نشوف عشان نسيت. بس نسخة الواتساب مبنية على الذهب وكده تمام، فمش حوار بقى. فهي مش مكان المتجر خالص، جنب المتجر. النسخة مبنية على واتساب الذهبي تمام. فنبدأ كده نخش على النسخة بالشكل الرايق. طبعا هو بيظهر معايا الشكل الأسود ده لأن أنا مفعل الدارك ويب في الدارك، الوضع الداكن في التليفون زي ما انت شايف كده تمام. المهم النسخة بتظهر بالشكل ده. عندك هنا الشتات والرومات والستوري والكولات، ونسخة جميلة وخفيفة وسريعة وبنت ناس برضه. المهم عندك هنا الشكل الشات من جوه، تعال نشوفه برضه من هنا. لا اصبر بس تمام. وعندنا هنا التذكر، نرمي كده تمام. قلب اخوك. لو دوسنا على اضافة حساب، عندك اضافة حساب، وعندك قفل الطيران عن النسخة اللي هو النت يعني وكده، وعندك اللايت والدارك، وعندك السيرش، وعندك لو هتنزل ستوري، وعندك الثلاث نقط ولو دوسنا عليهم اللي دخلنا الاعدادات كلها بالعربي، وعندك مساعدة، وعندك اباوت تمام. ده شكل الاباوت مبني على اخر اصدار من واتساب الذهبي. هو دوسنا اصلا على الثلاث نقط او دخلنا من هنا عادي تمام، من علامة الزائد دي مش هتفرق، هيظهر معانا كده. عندنا اصلا هنا الروبوت ده اللي ملوش اي عازة بس عامل منظر رايق. بعد كده قلب اخوك عندنا خصوصية، لو ضغطنا كده عليها هيبدأ يقول لنا يا اسطى ايه. عندنا اضافات الفيروس تمام. ثانية بس زي ما انت شايف كده، ثانية. قصدي خصوصية الفيروسات وكده. عندك اخفاء اخر ظهور، عندك مشاهدة المرة واحدة، تعطيل عادة التوجيه، ظهر عدم ارسال الرسايل اللي هي دي تمام، من يمكن الاتصال، خصوصية مخصصة. ملناش دعوة مخصصة مع عصا حاجة متخصناش. المهم قلب اخوك. عندنا بعد كده اخفاء خيار الخصوصية، واخفاء خيار التعديس. طب يعني ايه حوار التعديس ده يا اسطى؟ حوار الاخفاء، حوار التعديس ده ثانية بس اللي هو ده يا اسطى تمام. ده بيخلي النسخة متطلبش منك تحديث نهائي. واخفاء خيارات الخصوصية ده اللي بيخفي الخصوصية من الشكل اللي بره تمام. انا بقى عندنا اخفاء الستوري، واخفاء مكافحة المكالمات، واخفاء زر الستوري، واخفاء زر الستوري بتاع الواتساب، ومنع حذف الرسائل وحذف جميع الرسائل، واظهار الزرقاء بعد الرد، وجهة الاتصال، وازاي تعمل الباسورد للنسخة، واعمل لايك يا اسطى وانت واقف يعني اخوك قدرني. تحميل السمات، متجر السمات شغال، ولو عايز تركب سيم من الملفات مش هيقول لك لا. وعندك الشاشة الرئيسية، عندك البر العلوي، وعندك الاسطر، وعندك الزر العام، وعندك الستوري. وعندنا بقى هنا الصور ولا مش عارف ايه ده. عندك قسم زراعة قطع النت بقى، نيجي هنا يا اسطى قسم زراعة قطع النت. عندنا اول حاجة قطع نت بالملصق، قطع نت بفيديو، قطع نت بريكورد، قطع نت بصورة، قطع نت برسالة. طب يعني قطع نت لو فعلنا كده وجينا بعتنا اي رسالة هيقطع عنده النسخة نت تمام. طيب احنا نسينا نشرح حاجة هنا اللي هي خاصية الفيروس. عندنا اول حاجة يا اسطى اضافة زرار فيروس هنا تمام. عندنا اول حاجة فعال عشان ما تهنكش الصور، فعال عشان ما تهنكش حروف، فعال عشان ما تهنكش الشتات، فعال عشان ما تهنكش الموقع، فعال عشان ما تهنكش البوت، فعال عشان ما تهنكش الكراش، فعال عشان ما تهنكش الميجا، فعال عشان ما تهنكش اللينكات،
اقرأ اخفاء قراءة المزيد. انا طبعا ليه ما بقولش فيروس؟ لان انا لو قلت فيروس كتير ممكن اخد كوبي رايت. تمام. المهم عندنا يا اسطى فعال عشان ما تهنكش، وفعال عشان ما تهنكش كونكت قطع نت. بص احنا لو شرحناهم كلهم هنقعد ايه للفجر. فزي ما انت شايف كده كلها زراير جميلة، بس ما تفعلهاش الا لو انت محتاجها. المزيد من الاضافات هنا ادمن فيك يا اسطى. ادمن فيك ده اللي هو لو بتبقى متخيل نفسك ادمن بس فيك. فانا عشان ما تهنكش ضغط رسايل ده لو فعلته وانت عندك ضغط رسايل شير بتفعله. تنزيل كل الادمن روم في مرة واحدة، لو فعلت كده بتنزل كل اللي في الادمن. تمام، بتنزلهم من الروم. ماشي يا اسطى. بعد كده عندنا مدة الريكورد. عندنا ممكن تلاقي الريكورد ظهر بالشكل ده او ده او ده او ده، زي ما شايف ممكن يظهر بأي شكل من الأشكال دي. تمام. عندنا تواصل مع مطور الميجا العالمي. بس شرحنا كل حاجة هنا. نيجي بقى عند ايه، احنا شفنا دي وشفنا المزيد من الإعدادات وشفنا عند الخصوصية. المهم عندنا إخفاء قسم الدردشة، إخفاء نخبة القصة، وتعطيل الاتصال عبر الإنترنت، وموقع التوست، نخبة الرنين. بص الكلام ده كله معروف يا اسطى، عشان احنا لو قعدنا نقول نخبة ممكن بس. تمام. عندك البر العلوي، الفقاعة، تمام، والصور والنسخ والستايل. عندنا بعد كده يا اسطى تحت اهو حرق النسخة بمكالمة يا اسطى. دي يعني ايه حرق النسخة بمكالمة؟ يعني لو انا فعلت الزرار ده، تمام، جميل، جيت رنيت عليك النسخة بتاعتك هتتحرق. طيب عكس رسالة ومحظر ارقام، لو فعلنا برضو الزرار ده هيعكس الرسائل. يعني ممكن اعمل عكس الرسائل وابعت لك كود وطير رقمك. تمام. طب لو فعلنا صعب الرماد، ده يا اسطى بيعمل صعب الرماد تلقائي. يعني مثلا لو في واحد ادمن معاه جروب وطلع من الجروب، ولو انت مفعل ده وهو طلع من الجروب كده مفيش ادمن، بيخليك تسحب الروم وتبقى انت ادمن فيه. بس لازم تكون انت حساب في الروم، يعني لو تكون انت مسجل في الروم. اضافة اعضاء في الروم، بتعمل لينكات شات. دي لو دوست عليها كده يا اسطى ممكن تعمل لينك شات في قلب الشات. تمام. او مش عارف بتعمل لينك شات فين بالظبط، بس هو على ما اظن في قلب الشات. تمام. بتعمل انهاء الرومات، دي بتنهي الرومات. فعلا عشان الغاء نشاط الروم. اعمل منشن لاعضاء الروم، فعلا عشان ما تعملش الرومات. الشريط الجانبي، تمام، سرعة الاتصال. وعندنا اخفاء رمز توجيه الرسائل. عندنا هنا تفعيل مستشعر القرب، منفذ شخصي، وصورة الخلفية. فكل ده برضو انت مع نفسك. تمام. عندنا ادارة الرسائل، كل ده برضو. عندنا خاصية الشات، عندنا الفيديو وسقط الترجمة روحي. لو جيت هنا ممكن تشغل سقط الترجمة من الجنب ده. تمام. سقط الترجمة هتلاقيه راحت فين؟ سقط الترجمة هتلاقيه في خاصية متحركة، نسخ الاحتياطي والاستعادة، ترك ملف بسرعة، تنزيل بشكل كامل، خاصية الستوري، عدسات النسخة، طبعا المطور، معلومات عن النسخة. تمام. نرجع كده شكل النسخة من برا اهو زي ما انت شايف، وده النسخة من جوه اهي. تمام. متهنكش من اي حاجة. النسخة ضد الحظر وضد الكلام الهبد ده كله. وبس كده يا اخواتي كده خلص. مع